بيبدأ مسلسلنا مع بطلنا واللي بيكون اسمه مو، وبيكون بيركب الأمواج حلوة قوي، وإذ فجأة بيلاقي واحدة بتغرق واللي هي بتكون بطلتنا، وبيروح ينقذها وبيكون فاكر إن جالها شد عضلي، بس بتقوله إنه لأ، وإنها مش بتعرف تركب الموج أصلا وكانت عاوزة تجرب. فمو بيزعق لها إنها كده عرضت حياتها للخطر وكان ممكن تأذي حد تاني، وهي بتعتذر منه. فمو بيقرر يساعدها وبيعلمها، وبعد محاولات كتير أخيرا بتعرف تركبها وبتكون مبسوطة جدا وبتشكره، وبيسألها عن اسمها ونعرف ان اسمها فيو. وتاني يوم بيكونوا بيلعبوا لعبة كده في مسابقة كافيه عاملها، وبيكون باين ان مو معجب جدا بفيو. وبالليل بتكون فيو متفقة معاه ما يتكلموش في اي حاجة شخصية، ومو ما بيكونش يعرف عنها اي حاجة غير اسمها، وبيفضلوا يشربوا ويهزروا سوا وبيقضوا الليلة سوا. بس تاني يوم مو لما بيصحى مش بيلاقيها خالص، وبيفضل مستنيها لحد بالليل بس ما بتظهرش، وبيكون باين عليه انه زعلان جدا. وبيرجع بيته وبيحاول يدور عن اي معلومة عنها على النت، بس برضو مش بيعرف يلاقي عنها اي حاجة. وبيكون باباه عاوزه يتعرف على مراته المستقبلية، ومو بيتفاجئ ان ابوه هيتجوز، بس إذ فجأة نلاقيها فيو. ومو وفيو بيتصدموا جدا، خصوصا مو، وما بيكونش فاهم ازاي يعني هتتجوز ابوه، ويتفاجئ ان ما اسمهاش فيو اصلا، وبيكون اسمها الحقيقي ابو. ويجي فلاش باك ونعرف ان الشركة اللي كانت ابو شغالة فيها مشوها علشان عاوزين يقللوا عدد الموظفين، وكانت عاملة مفاجأة لحبيبها علشان سنويتهم التالتة سوا. وبتكون عملت مجسم لبيت احلامهم، وتتصدم لما بتلاقيه بيخونها، وتعرف انه بيخونها من 3 شهور. وحبيبها بيكون بجح جدا ويقول لها انه خانها بسببها هي، وانها ما كانتش مهتمية بيه ابدا وطول الوقت بتشتغل، وانها متعرفش قد ايه هي شخص ممل. وابو كلامه بيجرحها جدا وتحدفه بالمجسم وتنفصل عنه وتمشي وتسيبه. وبتروح على كوبري كده وكانت عاوزة تنتحر لحد ما يجيلها مكالمة من مسابقة كانت مقدمة فيها، وبتكون كسبت 10 ايام للرحلة اللي شافت فيها مو. وابوه بيعرفهم على بعض، وتتفاجئ لما تعرف ان مو ابنه. ومو بيفاجئنا كلنا وياخد ابو ويطلع يجري، وبيكون عاوز يفهم منها كل حاجة وازاي هتتجوز ابوه، وبيكون عاوز يعرف ازاي خانت ابوه معاه. بس ابو توضح له انها ما كانتش تعرف انها هتتجوزه اصلا لما كانوا سوا، ومو مش بيصدقها. فابو تقول له روح اساله علشان تتاكد عرض عليا الجواز امتى. ومو بيكون متجنن خالص وعاوز يعرف هتتجوز ابوه ازاي ومرتبطين من امتى وبتحب ابوه ولا لا. بس ابو تقول له انهم مش مرتبطين، هم هيتجوزوا بس علشان هي عندها اسبابها وانها مش بتحب ابوه. فهو بيتعصب اكتر وبيكون عاوز يعرف ايه اسبابها وبيفضل يزعق فيها. وقبل ما ترد ابوه بييجوا ويبعدوا عنها ويفضلوا يزعقوا في بعض شويه، وبيبان ان العلاقه بينهم مش كويسه. وابوه بياخد ابو ويمشي. وتاني يوم نعرف ان مو خلى واحد صاحبه يحقق في الموضوع بتاع ابو وابوه، وبيكون عارف السبب اللي هيخلي ابو تتجوز ابوه. ونلاقي ان ابو بتكلم خالتها في التليفون، وخالتها واللي بيكون اسمها دارين تقول لها انها ما ينفعش ترجع غير لما تسدد دين اهلها. ويجي فلاش باك ان نفس اليوم اللي قضيته مع مو بنلاقي ان دارين كلمتها كتير جدا، ولما ابو تكلمها دارين تقول لها ترجع بسرعه من رحلتها. وفعلا ابو بترجع، ونعرف ان عيلتها مديونه لبودين ب10 مليون وبيسددوا فيهم بقالهم كذا سنه. وابن خالتها واللي بيكون اسمه يقول لها ان الفلوس اللي هي جمعتها علشان تدفع الاقساط بتاعه الدين طلعت دارين خسرتهم في القمار وما دفعتش حاجه. وهنا ابو بتتصدم جدا، وفعلا دارين تقول لها ان بقالها 6 شهور ما دفعتش البودين حاجه. وابو بتتعصب وتسال دارين ازاي عملت كده. فهنا دارين تقول لها ان لولا ان اهلها اتداينوا بسبب تعليمها ما كانتش هتبقى في الوضع ده وتمشي وتسيبها. وبيكون بودين جه وعاوز يتكلم مع ابو لوحدهم، وابو بتتاسف له انها ما دفعتش بقالها 6 شهور، وبتقول له انها في اقرب وقت هتسدد له. بس هنا بودين يقول لها ازاي وانت ما بقيتيش تشتغلي، وانه عارف انها الوحيده اللي بتشتغل علشان تسد الدين مش دارين. وهنا بودين بيعرض عليها الجواز مقابل انه يلغي الدين بتاعها. وهنا ابو تتصدم وترفض على طول من غير ما تخليه يكمل كلامه، وتقول له انه بس يديها مهله 3-4 شهور علشان تسدد. ولما بيمشي دارين بتكون عاوزه تعرف اتكلموا في ايه. ولما ابو تقول لهم عرضه وانها رفضت الجواز بيكون بيدعمها وباين انه بيحبها فعلا. بس دارين تقول لها انها لازم تتجوز بودين، وكلهم بيتفاجئوا منها. بيدافع عن ابو، بس دارين ما بتسكتش وتقول له وريتا بنتها انهم يفتكروا انهم ما درسوش بره بسبب الدين ده، واللي دارين بتكون شايفه ان ابو السبب فيه، وانها بسبب الدين ده دفعت كل الفلوس اللي معاهم، وشايفه ان لو ابو ماتت انهم هيفضلوا غرقانين في الدين ده طول حياتهم. وتسمع ابو كلمتين وانها تتحمل المسؤوليه وانها تبطل تسحبهم معاها في الدين بتاعها هي واهلها وتمشي وتسيبها. وابو بتفضل تعيط وتفتكر وهي صغيره وان دايما خالتها بتعاملها وحش كده وكانت بتعتبرها شغاله عندها، وده بيخلي ابو تروح لبودين وتوافق على الجواز. ونرجع من الفلاش باك وبيكون مو راح لها ويقول لها هو احنا لسه
لسه عايشين في عصر الناس بتتجوز علشان تسدد ديونها. وهنا ابو تتصدم انه عرف، ومو بيفضل يسمعها كلمتين وبيقول لها ان ازاي اهلها معلموهاش قيمه نفسها. وهنا ابو بتتعصب وتقول انه ممكن يقول عليها اي حاجه بس ما يجيبش سيره اهلها تاني. ومو بيكون متعصب جدا ويقول لها ان في مليون طريقه علشان تسدد الدين بتاعها غير جوازها من ابوه. بس ابو تقول له انها اختارت الحل ده وتطلب منه انه ينسى الليله اللي قضوها سوا وكأن ما حصلش حاجه بينهم، وانهم كأنهم ما يعرفوش بعض من قبل كده. بس مو بيتعصب جدا ويقول لها لا، وانه مش هيخلي دنيتها سهله زي ما هي فاكره، وبيمشي ويسيبها. وبالليل الاتنين بيكونوا زعلانين جدا وبيتمنوا انهم ما كانوش يعرفوا بعض اصلا. وتاني يوم بودين بياخدها المنتزه بتاعه وبيقدمها للموظفين بتوعه، وبيخلي واحد منهم يوديها مكان في المنتزه بيكون اسمه بوبلوي، وده مكان بيطلعوا منه الاحجار الكريمه. وابو بتكون مهندسه معماريه وبتروح المكان وتصوره علشان تخليه جزء من المنتزه. بس نلاقي مو ظهر وبيقفشها ويسالها بتعمل ايه هنا، ولما بتقوله بيزعق فيها وبيكون عاوزها تمشي وهي بتكون خلصت اصلا وبتطلع تجري. وبالليل المساعد بتاعه واللي بيكون اسمه ايم بيقول له انه عرف ان بودين عين ابو مهندسه تنفيذيه بمرتب 200,000 في الشهر. ومو بيتفاجئ من الرقم وبيكون فاكر انها جايه علشان تسرقهم مش مجرد تسد دينها بجوازها من ابوه. وعلشان كده تاني يوم خد شنطه هدومه وراح بيت ابوه علشان يعيش معاهم. وابو بتتفاجئ منه وهو يقول لها انه هيعيش هنا وهتفضل تحت عينه 24 ساعه، ويضحك ضحكه شريره كده وهي بتخاف منه. ومو يفضل طول اليوم وراها وفي الاخر بيضربوا في بعض وبيكونوا زي توم اند جيري لحد ما بودين بيجي. ومو بيفاجئ العيله انه هيرجع يعيش معاهم، وبودين بيتفاجئ ويكون عارف انه جاي علشان يعمل مشكله. بس مو بيعمل نفسه الملاك البريء بس محدش بيصدقه. وبالليل بيكون مراقب اوضه ابو ويلاقي بودين راح لها وبيتصدم جدا. ومو بيكون هيتجنن وبيفضل يفكر انهم بيعملوا حاجه وكان هيقتحم الاوضه عليهم، بس بيفتكر لما قالت له الصبح انها وافقت على جوازها من ابوه وان ده اختيارها. وبيرجع تاني على اوضته وبيكون باين انه زعلان جدا وشكله فعلا كان حبها. وتاني يوم مو بيلاقي تين صاحبه بيساعد ابو في انها تركب عين سحريه هي كمان، وبيكون مو غيران وفاكر انها عاوزه توقع تين كمان في شباكها زي ابوه. فبيشدها ويطلعوا بره وبيكون متعصب جدا ويقول لها شكلك نمت كويس، وانه شاف ابوه وهو داخل لها. وابو كانت بتغيظه وعاوزه تحكي له اللي حصل بس هو ما بيكونش عاوز يسمع حاجه ويمشي ويسيبها. وابو بتفضل تضحك عليه وتفتكر ان ما حصلش اي حاجه بينها هي وبودين، وان طلع في باب في اوضتها بيودي على اوضه تانية وبودين بيكون هينام فيها. وده كله بس خطه منه علشان يبعد مو عن ابو. وابو بتفضل تضحك ان خطه بودين نجحت. ونلاقي ان مو راح لبودين الشركه وبيتخانق معاه خناقه كبيره بسبب انه طلع قرار باخلاء بوبلوي علشان هيجدده ويضمه لباقي المنتزه بتاعه. ونعرف ان بوبلوي ده بتاع مامته اصلا، وعلشان كده مو مش بيكون موافق على المشروع ده وعاوز بودين يلغيه، بس ابوه بيرفض ويطرده علشان وراه شغل. بس هنا مو بيتعصب اكتر ويقول له انه مش هيخلي المشروع ده يتم ولا انه يدي شغل امه وتعبها لحد غريب، وطبعا هنا قصده على ابو. وبالليل ابو بتتكلم مع بودين وبتكون عاوزه تعرف ايه سبب الخلاف بينهم، وانها لما قبلت مشروع بوبلوي ما كانتش تعرف انه بتاع ام مو. ونعرف ان بودين لما اتجوز نودي واللي هي ام مو خلته شريك معاها في شغلها، بس دايما كان عندهم وجهات نظر مختلفه في الشغل ودايما بيتخانقوا بسببه. وكان مو بيشوف ده من وهو لسه طفل وده طبعا اثر عليه. وكمان نعرف ان مو بيحمل بودين ذنب وفاه امه. وابو بتتفاجئ لما تعرف ان نودي ماتت. ونلاقي ان مو بيكون في بيته بيكون زعلان جدا وبيفتكر مامته. وتاني يوم مو بيروح لبودين الشركه ويفاجئوا انه هيشتغل معاه، وانه لو عاوز المشروع ده يتم لازم يبقى عارف كل حاجه وهو اللي يقول ايه اللي هيحصل وايه لا. وفعلا بودين بيوافق ويقول له انه هيكون مساعد ابو بما ان مو اكتر واحد عارف بوبلوي. وتاني يوم ابو بتكون عامله برزنتيشن للمشروع، بس ابو بتكون عامله حاجه غلط بودين مش قايل عليها. وطبعا مش عاوزه اقول ان مو السبب وطلع مغير في الايميل اللي مبعوت لها. وهنا ابو بتتصدم منه ومو بيكون فرحان فيها. ومو بيقول لهم انا رايي نلغي الاجتماع طالما الشغل معمول غلط. وبيكون باين على ابو التوتر قوي وانها مش عارفه تعمل ايه. بس بودين بيحس ان مو هو اللي ورا المقلب ده وبيكبسه وبيخلي ابو تكمل تقديمها للمشروع للاخر. وابو فعلا بتعمل كده، ولما بتخلص بودين يقول لها انها تعدل الغلط بتاعها وهيعملوا اجتماع تاني بعد اسبوعين. ونلاقي ان ابو بعتت لمو علشان يتكلموا وتقول له انه لو فعلا عاوز يضايقها فيبطل مقالب العيال
بتاعته دي وانهم يتنافسوا بجد بشغلهم، وبتتحداه انه لو شايف نفسه احسن منها يثبت ده، ولو هو كسب هي هتلاقي طريقة تانية تدفع بيها الدين بتاعها، ولو هي اللي كسبت يبقى كل واحد في حاله وتمشي وتسيبه. وفعلا طول الاسبوعين كانت ايبو بتشتغل على المشروع، بس مو طبعا مش سايبها في حالها لحد ما بيجي يوم الاجتماع، والاتنين بيكونوا مستعدين علشان كل واحد يثبت للتاني مين احسن. وايبو كانت بدأت العرض، بس مو طلع عينها اسئلة، بس هي كانت مستعدة لكل حاجة وردت على كل اسئلته، وهو اتفاجئ من شطارتها، وفي الاخر هي اللي كسبت وهو كان مصدوم. وبعد الاجتماع ايبو بتتكلم مع بودين وتقول له ان مو طلع شاطر، والاسئلة اللي سألها لها في الاجتماع كانت حلوة جدا، ومعناها انه درس المشروع كويس، مش زي ما هي فاكرة عنه انه مش بتاع شغل. فبودين بيقول لها ان مو شخص موهوب وذكي جدا في الشغل، بس ما بيشتغلش معاه علشان دماغهم مختلفة. وايبو بتتكلم مع مو وبتعتذر منه لانها كانت بصاله على انه ابن راجل غني ومش بتاع شغل، بس اكتشفت انه مش كده. ومو بيتفاجئ من الكلام وبيتكسف وبيعتذر منها هو كمان، وبيقول لها انها طلعت شاطرة جدا في شغلها، وهي بتطلب منه انهم يعرفوا بعض من اول وجديد بما انهم ما يعرفوش اي حاجة عن بعض بجد، بس هو بيرفض وبيسيبها ويمشي. ويجي فلاش باك ان بودين طلب منها تقرب من مو وتكون زوجة اب مثالية ليه. وتاني يوم نلاقي ايبو جمعت معلومات عن مو، ونلاقي ان مو برضو كان جمع كل المعلومات عن ايبو وعرف قصتها مع حبيبها القديم واللي بيكون اسمه جيم. ونلاقي ان تاني يوم في المنتزه مو بيشوف جيم هناك وبيعمل كل حاجة علشان ايبو ما تشوفوش، وبيكون نجح فعلا. بس إذ فجأة نلاقي ان مديرة جيم جت واللي بيكون اسمها انج، وبتزعق له انه اخر مشروبها عليها. ونلاقي ان ايبو كمان جت، ولما بتشوفهم بتكون مصدومة وتفتكر ان انج دي هي اللي جيم خانها معاها. وايبو وجيم بيروحوا يتكلموا، وجيم بيكون بارد جدا كالعادة ومش فارق له، ويقول لها انها طالما اتخطته بعد كده لو شافته صدفة تعمل نفسها ما تعرفوش. وايبو تعرف انه جاي مع انج علشان معاه شغل مهم مع بودين، وبيمشي ويسيبها. وايبو بتكون متضايقة جدا، وتلاقي ان بودين بيتصل بيها بس هي مش بترد. ونلاقي ان مو راح لها، وبتكون ايبو عارفة انه حاول يخليها ما تشوفش جيم وانه اكيد عرف قصتهم، وهو بيحاول ينكر، بس هي بتقوله انها شافته وهو بيراقبها هي وجيم من بعيد وهم بيتكلموا. ومو بيتكسف جدا انه اتكشف قدامها، وتقوله ان بودين كان عاوز يعرفها على بنت صاحبه علشان شغل، وانها فهمت ان انج دي هي دي بنت صاحبه، وانها مش عاوزة تشوفها ولا هي ولا جيم، ومش عارفة تعمل ايه. ومو بيكون بيفكر لها، بس هي بتتكسف منه انها طلبت منه نصيحة، وبتمشي وتسيبه. ونلاقيه متضايق علشانها، وبتجيله فكرة، ونلاقيه انه جاب عجلة وخد ايبو وبيكون هيوديها لبودين، وايبو ما بتكونش عاوزة تروح، بس مو بيشجعها وانها تروح وتشوفهم. وتغيظ جيم انها بقت خطيبة واحد اغنى منه وعنده المنتزه اللي جاي يعمل معاه شغل. وفعلا ايبو بتعجبها الفكرة وبتوصل فعلا جري، وانج وجيم بيكونوا مش مصدقين اللي بيحصل ومش بيتكلموا في الشغل وبيمشوا بسرعة. وطبعا بودين مش فاهم اي حاجة. وايبو بتروح لمو وبتشكره جدا وتقول له رغم كرهه ليها الا انه لطيف جدا معاها، وهو بيتأثر جدا من نظراتها وبيطلع يجري منها. وتاني يوم بيكون الام 3 بتاع ايبو مش لاقياه، وبتفضل تدور عليه وتسأل كل الناس عليه بس مش بتلاقيه، وبتكون زعلانة جدا عليه. وبالليل بودين بيكون عامل مفاجأة لإيبو وعامل لها حفلة عيد ميلادها، وإيبو بتتفاجئ جدا وبتكون ناسية اساسا، واتريها عمرها ما احتفلت بيه بعد وفاة اهلها. ويطلع بودين عازم انج وجيم كمان، وطبعا ايبو بتتصدم جدا بس ما بتقولش حاجة، وبيحتفلوا بيها وهي بتكون فرحانة جدا. وبودين بيقدم لها ام بي 3 جديد بس هي بيكون باين عليها انها مش فرحانة بيه. ونلاقي ان مو بيكون موجود بعيد وزعلان، وبيكون لقالها الام بي 3 بتاعها القديم. ويجي فلاش باك واتاري مو لما لقاها بتعيط انها ما لقيتوش، فضل يدور لها عليه كتير جدا لحد ما فعلا بيلاقيه واقع، وبيفرح قوي انه لقاه لها، بس بيكون باظ من الوقعه، فمو بيقعد يصلحه لها لحد ما بيشتغل فعلا وبيفرح قوي. نرجع من الفلاش باك ونلاقي ان بودين بيقدم لإيبو هديه تانية، وبيكون عقد باين عليه انه غالي جدا، ومجرد ما مو بيشوفه بيتجنن ويروح يشده منهم. واتاري العقد ده بتاع مامته، بس بودين بياخده منه بالعافيه ويلبسه لإيبو. وهنا مو وبودين الخناقه بتكبر بينهم لدرجه ان بودين بيطرده قدام الناس، وإيبو بتكون عاوزه ترجع العقد لبودين علشان مشاعر مو وعلشان ما يفتكرش انها جايه تاخد حاجات مامته، بس بودين بيرفض ويقول لها اعتبريه امانه عندك وانك بتاخدي بالك منه. ونلاقي ان مو يا عيني ماسك صور مامته وهي لابسه العقد ده وبيفضل يعيط. وتاني يوم إيبو بتروح لمو علشان تعتذر منه وتقول له انها كانت هترجع العقد، بس بودين هو اللي مرضيش، فمو بيتعصب انها علشان الدين بتاعها ما بتعرفش تقول لبودين لا، ومو يعرض عليها عرض وهو انها تديله العقد ويديلها الام بي 3 بتاعها ويمشي ويسيبها. ونلاقي ان إيبو راحت له فعلا ومعاها العقد، بس مو يكتشف انها خدعته وان العلبه فاضيه، فبيتعصب جدا وهي تقول له انها فعلا مش هتعرف ترجع له العقد وانها هتاخد بالها منه.
منه. فمو بيتعصب ويقول لها تمام، طالما الام 3 مش مهم عندها فهيتخلص منه. وايبو بتتخض وتطلع تجري وراه ونلاقي انه رماه في الميه، وهي بتزعل جدا وبتنزل تدور عليه، ومو بيتفرج عليها وبيكون مش همه. وتاني يوم نلاقي دارين وريتا راحوا لإيبو وعاوزين يقعدوا معاها في البيت، وبيكون بودين مش موافق على وجودهم بس سايب الاختيار لإيبو، وهي بتختار انهم يقعدوا علشان عيلتها في الاول وفي الاخر. وانج بتتكلم مع إيبو وتقول لها ان في سوء تفاهم، وان هي ما تعرفش ان جيم كان عنده حبيبه، وانها لما عرفت قطعت علاقتها بيه. وهنا إيبو تعرف ان جيم كان بيضحك عليها لما قال لها انه مرتبط بإنج. وتين وسيتا مساعده بودين وخاله مو واللي بيكون اسمها وي بيشوفوا معامله عيله إيبو ليها ازاي، وانها شغاله عندهم حرفيا ومبهدلينها. وتين بيروح يجيب مو ويخليه يشوف بنفسه، وبيكون مصدوم جدا من اللي شايفه. وتاني يوم ريتا بتشغل إيبو في الشمس كتير جدا لحد ما بيغمى على إيبو، ومو لما بيعرف بيروح لها بسرعه لحد ما بتفوق. ولما بتروح اوضتها بتلاقي دارين قلباها وبتدور على عقد نودي علشان تسرقه، علشان اتاريها خدت دين ومحتاجه تسده باي طريقه. وبتطلب من إيبو تكلم بودين وتطلب منه 3 مليون، وإيبو بتصطدم منها بس ما بيكونش عندها حل تاني. وفعلا إيبو بتكلم بودين وبتطلب الفلوس، بس بودين بيرفض لما يعرف انهم لدارين، ويقول لها يتكلموا في الموضوع ده لما يرجع. ولما دارين بتعرف بتتعصب جدا وبتعامل إيبو وحش اكتر، وتقول لها انها مديونه ليها بحياتها علشان لولاها كان زمانها اتربت في دار الايتام. والاول مره هنا إيبو ترد عليها وتقول لها ان ده كان هيخلي حياتها احسن. فدارين تتعصب اكتر وتفضل تزعق لها لحد ما مو بيجي ويطردها ويساعد إيبو اللي بتتفاجئ منه، وبياخدها بعيد ويكون متعصب جدا انها ليه ما ردتش عليها وسابتها تهينها وتجرحها كده. وفجاه يلاقيها بتعيط وبيكون قلقان عليها جدا، بس يتفاجئ انها بتشكره علشان لاول مره في حياتها حد يدافع عنها كده، ويعرف انها دموع الفرحه، ويقول لها تعيط براحتها علشان ترتاح وان محدش هيسمعها من هنا. وفعلا إيبو ما بتصدق وبتنهار في العياط لحد ما بتبطل، وتتفاجئ ان رجل مو متعوره علشان بيكون اداها الشبشب بتاعه. بس مو ما بيهتمش وبياخدها ويمشوا، وبيوديها البحر علشان تبقى احسن، ويقول لها انها تحب نفسها اكتر من كده وتعيش لنفسها مش لحد تاني. وبالليل بياخدها عند بيته ويقول لها انها تقدر تفضل هنا لحد ما تكون مستعده ترجع البيت تاني. وإيبو فعلا بتوافق، بس لما بيدخلوا بيلاقوا بودين في وشهم، وكانت إيبو هي اللي هتبرر له اللي حصل، بس بودين ما بيسمعهاش ويقول لها عاوز يتكلم مع مو لوحدهم. فهنا إيبو بتضطر انها تمشي، وبتكون طبعا قلقانه. وكان مو فاكر ان بودين هيتخانق معاه، بس يتفاجئ ان بودين بيشكره، ومو بيكون مصدوم ومش فاهم حاجه. بس اتاري سيتا شافت اللي حصل وشافت مو وهو بيدافع عن إيبو، وحكت لبودين اللي حصل. وبودين يقول له ان من ساعه ما إيبو جت وهو شخصيته اتغيرت للاحسن، بس مو طبعا بينكر ده. وبودين يطلب منه يحكي له كل اللي حصل بالظبط. ونلاقي ان بودين راح لدارين ويقول لها انه مش هيسلفها حاجه، خصوصا بعد ما اذت إيبو. بس نتفاجئ ان دارين بتقول له انه لو ما سلفهاش كلهم هيموتوا، وتفضل تعيط وتتمسكن وتقول له انها اتدينت من المافيا، وانهم بعد كده طلبوا فايده كبيره قوي، وانهم هددوها لو ما دفعتش 3 مليون هيقتلوها هي وعيالها. وطبعا هنا إيبو وبودين بيكونوا متعصبين جدا منها، ودارين بتفضل تعتذر منهم، وإيبو بتكون بتفتكر اللي مو عمله معاها وبتكون مبسوطه قوي. وتاني يوم الصبح بتطلع المافيا عليهم كلهم وبيهددوهم، وكانوا عاوزين ياخدوا دارين، بس نلاقي ان دارين بتقول انها ما اتدينتش من اي حد، وانها ما تعرفش اصلا مين دول. وطبعا إيبو بتكون مصدومه جدا من كذبتها. ونلاقي ان بودين ظهر فجاه، ونعرف انها خطه منه علشان يثبت انها كدابه، ويطلع اللي طلعوا عليهم هو مو واللي شغالين معاهم. ودارين مجرد ما تعرف ان كذبتها اتكشفت بيغمى عليها، وبيكونوا عارفين انها بتمثل بس ما بتكونش عاوزه تفوق، لحد ما مو يقول لها يطلب لها البوليس. وفجاه بتقوم لوحدها، يا عالكسفه اللي انت فيها يا دارين. ودارين بتفضل تعتذر منهم وبتكون خايفه يسلموها للشرطه، بس نلاقي ان بودين بيقول لها هيسيبها تمشي مقابل انها ما تتحكمش في حياه إيبو تاني، وان حريتها مقابل حريه إيبو. ودارين كانت هتموت فيها. وإيبو بتتفاجئ جدا، ولما بيكونوا لوحدهم دارين بتتمسكن لإيبو وتقول لها انها اكيد مش هتسيبهم لوحدهم. بس الاول مره إيبو تقف قدام دارين وتقول لها انها ما كانتش تعرف بخطه بودين ولا بالشرط بتاعه، بس من هنا ورايح مش هتساعدها تاني، وانها طول عمرها بتساعدها، بس المره دي جه الوقت اللي دارين تتحمل فيه المسؤوليه وتسدد ديونها بنفسها وتعرف ازاي تصرف الفلوس صح. وطبعا دارين بتتصدم وكانت هتضرب إيبو، بس بيمسكها، ودارين تقول لها انها طالما عاوزه
كده يبقى من دلوقتي هم اغراب وانها مش عاوزه تعرف بنت اخت ناكره للجميل زيها. وايبو بتكون زعلانه ومصدومه جدا من كلامها، وفعلا دارين وريتا بيلموا شنطهم وبيمشوا وهم محتاسين يلا يستاهلوا. ومو بيشوف ايبو لوحدها وكان هيروح لها، بس فجاه نلاقي بودين ظهر وهو اللي بيواسي ايبو، وبيكون مو زعلان جدا وبيمشي ويسيبهم، ونلاقيه سايب الام 3 بتاع ايبو على باب اوضتها، وهي بتفرح قوي قوي وبتروح علشان تشكره، بس مش بيفتح لها ولا بيرد عليها. ويجي فلاش باك انه ما قدرش يرميه ساعتها وخباه معاه، وايبو بتفضل تدور على مو بس طبعا مش بتلاقيه خالص. وبالليل مو بيقول لتين انه عارف ان الام 3 مهم قوي عند ايبو علشان متسجل عليه عزف مامتها وهي بتغني ليها، وانه رجعه ليها، بس مو يقول له انه اخر مره هيكون طيب معاها. وبيفتكر بودين وهو مع ايبو وبيكون متاثر قوي وبيفضل يعيط. وايبو تروح لبودين وكانت متضايقه جدا من اللي عمله، بس بودين شايف انه مغلطش في حاجه، ويقول لها انه اكتر حد عارف مو وعارف يتعامل معاه ازاي. بس هنا ايبو تقول له انت عرفت ازاي انك اكتر حد عارفه، وتقول له كمان انها شايفه ان مو من بره يبان كويس بس من جواه هو وحيد جدا ومحتاجه. وهنا بودين بيكون مصدوم من كلامها. وبالليل ايبو بتكون زعلانه وتفتكر اللي حصل وهم محبوسين سوا، ويجي فلاش باك ان مو طلع بيمشي وهو نايم وكان بيعيط، وايبو بتكون متفاجئه من الموضوع ده، ويطلع مو بيحلم بنفسه وهو صغير وبودين سايبه وماشي، وايبو بتحضنه لحد ما مو بيهدى وبينام، بس بتسمعه وهو بينادي على بودين وبيطلب منه انه ما يسيبوش. وايبو هنا بتكون زعلانه جدا عليه، ومو كان قافش فيها وما سابهاش ساعتها، فايبو بتتعب وبتنام جنبه. ونلاقي تاني يوم ان بودين بيتفرج على فيديو ليه مع مو ونودي، وبيكون بودين متاثر قوي وبيعيط، وشكل فعلا كلام ايبو اثر فيه. وفعلا نلاقي ايبو راحت لمو قالت له ان بودين وقف المشروع حاليا علشان خاطره، وهو بيكون فاكرها لعبه جديده. فايبو تطلع العقد اللي بودين موقع عليه، ومو بيكون متفاجئ جدا ويقول لها بعد كده علشان تتكلم معاه تخلي مسافه متر بينهم، وايبو توافق. وبالليل بتروح له وتقول له انها هتكون الشخص اللي هيحمي حلمه، وبتكون عارفه ان حلمه انه ينقذ بو بلوي، وهو بيتفاجئ منها جدا وتطلب منه يجي الصبح على البيت. وفعلا مو بيروح بس يلاقي بودين كمان هناك، وايبو بتحاول تخلي الاتنين يتكلموا بهدوء بس بتفشل فشل ذريع. وايبو الناصحه بتفكر في حل تاني وتتحداهم انهم يقبلوا يعيشوا حياه بعض لمده شهر علشان يقدروا يفهموا بعض، وبتتك قوي على حته ولا خايفين تخسروا. فهنا طبعا الاتنين بيوافقوا، فعلا من تاني يوم كل واحد بيعيش حياه التاني. ومو كان هيموت من الصدمه لما شاف كم الورق اللي المفروض يوقع عليه، وبودين كان هيموت من الملل والحر هو كمان. وبعد فتره مو بيتكلم مع سيتا ويسألها من امتى والمنتزه بيخسر، وهنا سيتا تصدمه وتقوله من فترة كبيرة وانه احتمال كبير يتقفل. ومو بيكون زعلان جدا وبيفتكر ذكرياته وهو صغير مع ابوه وامه فيه، ويفهم ان عشان كده بودين كان عاوز يعمل المشروع بتاع بو بلوي. وايبو تجمعهم بعد كده علشان يعملوا نشاط جماعي لما عرفت من تين ان مو بودين ونودي زمان كانوا بيعملوا كده، فهي فكرت ان ده ممكن يفكرهم بذكرياتهم الحلوة زمان. وفعلا مو بودين بيكونوا متفاجئين ويفتكروا ايام زمان، بس مو بيتعصب على ايبو ويقول لها ما تعملش كده تاني ويمشي ويسيبهم. بس بودين بيروح وراه ويقول له انه ليه بيلوموا على موت نودي طول الفتره دي. ومو بيصدم بودين انه عمره ما لامه على موت امه، ويساله لو لمره واحده بعد وفاه نودي كان اب كويس ليه، ولا لما احتاجه هو كان فين. وبودين ما بيعرفش يرد عليه، ومو بيمشي وهو بيعيط وزعلان قوي، وبودين برضو بيكون متاثر وزعلان جدا. وتاني يوم نلاقي ان بودين شاف صور ايبو على كمبيوتر مو وبيتفاجئ جدا. ومو وتين بيكونوا بيتكلموا ونعرف ان مو عارف من بدري ان جواز بودين وايبو مزيف، وانه شاف ابوه بيخرج الصبح بدري من الاوضه المتصله باوضه ايبو، وبيكون هيتجنن ويعرف السبب من كل ده. وايبو تشوف مو وانجا سوا وبتكون غيرانه وتفتكر انهم مرتبطين، ولما بتروح تساله ما بيردش عليها، وهي بتمشي وتسيبه وبتكون هتركب اللعبه دي. بس فجاه نلاقي مو ركب معاها وهي بتستغرب قوي، بس اتاريه ركب علشان يرد على سؤالها، وقال لها انه مش مرتبط بانجو وانه بيحب واحده تانية. وفجاه الالعاب الناريه تشتغل ومو بيكون بيضحك وشكله مبسوط، فايه بتقول له ما انت بتعرف تضحك اهو، بس مو بيصدمها ويقول لها انه بطل يضحك بسببها هي. وهنا ايبو بتزعل جدا، وبودين بيطلب ايبو بيكون بيتكلم معاها على مشروع بو بلوي وانه هيكمله، بس ايبو تقول له انه لو هيكمله فهي بترفض تشتغل عليه وانها هتلاقي طريقه تانية تسد بيها الدين بتاعها. وهو بيستغرب جدا انها عاوزه تغير الاتفاق، فايبو تقول له انه مو يستاهل انه يكون مبسوط مش بيعاني وزعلان كده. وفعلا ايبو بتلم شنطتها وبتكون خلاص ماشيه وراجعه بانكوك، ووي بتروح لمو تتكلم معاه
معاه لما عرفت من سيتا ان مو مش مهتم لو المنتزه اتقفل، وتخليه يفتكر انه وهو صغير هو اللي طلب المنتزه الكبير من بودين، وبودين ساعتها وعده انه هيعمله ليه، وبتقوله انها عارفه انه مش فاكر طفولته بسبب الحاجات الوحشه اللي حصلت فيها، بس بتقوله ان بودين فاكر كل حاجه واي حاجه بيعملها فعلشان خاطره هو، ومو بيكون متاثر قوي لما بيسمع الكلام ده. ونلاقي ان بودين كان خلى حد يحقق في موضوع علاقه ابو ومو، وبيكتشف الحقيقه، وكان رايح لمو علشان يتكلم معاه، ونلاقي مو برضو بيكون رايح يتكلم مع بودين، وبيكون متاثر قوي بيعيط، بس فجأة يلاقي حادثة على الطريق ويتصدم لما يلاقيها عربية بودين، ومو بيفضل يعيط، بس فجأة يلاقي بودين قدامه وبيكون كويس، فمو هنا بيجري عليه ويحضنه حضن مطارات كده وهو منهار، والأول مرة من ساعة خناقهم من 10 سنين يقول له يا بابا، وهنا بودين بيفرح جدا وما بيكونش مصدق ان اخيرا مو قال له كده، ويفضلوا يعيطوا كده سوا، ولما بيروحوا مو بيفضل يناقر في بودين كالعادة، ما هو مش متعود بقى، والاتنين بيقعدوا يتكلموا، وبودين يقول له انه ما كانش هيتجوز ابو، ويجي فلاش باك ان لما ابو راحت له ما وافقتش على الجواز ولا حاجه، هي ساعتها قالت له انها ممتنه جدا للي عمله معاها وممكن تعمل اي حاجه بس مش لدرجه الجواز، وهنا بودين يشرح لها انه مش عاوز يتجوزها وهيكون جواز مزيف، وهي ما بتكونش فاهمه حاجه، فبودين يشرح لها انه هيعمل كده علشان مو يورث اعماله، وانه لما يجيب حد غريب زيها ساعتها مو هيتلحلح ومش هيسيب حاجته لحد غريب، وانه قدامها 4 شهور علشان تخلي مو يمسك الشغل، وساعتها هيمسح كل ديونها، ولو ما عرفتش تعمل ده هيمسح النص بس، ومو يفتكر لما ابو كانت بتستفزه علشان يوريها شطارته في الشغل، وبودين يقول له انها كانت خطه من ابو فعلا، ويقول له كمان ان موضوع عقد نودي دي كانت خطه منه برضه علشان يستفزه فيخليه يتلحلح، بس يقول له انه الظاهر انه زودها شويه ساعتها، وان ابو كمان كانت ضد الخطه دي، ويقول له انه قال له الحقيقه دي كلها دلوقتي لانه عارف ان هو وابو كانوا يعرفوا بعض من قبل كده، وانهم راحوا الشاطئ سوا وكانوا قريبين لبعض، ويطلب منه انه يحكي له الحقيقه هو كمان، وفعلا مو يقول له اللي حصل وانه اعجب بيها ساعتها، وانه لما شافها بعد كده اتفاجئ وافتكر انها بتلعب عليهم هما الاتنين، وبودين بيعتذر منه انه بسبب خطته هو كان بيعاني كده، ويقول له ان ابو ما قبلتش عرضه علشان تسد الدين بتاعها، بس هي كمان قبلته علشان تساعدهم ان علاقتهم تتحسن لما عرفت انهم ما بيتكلموش سوا بقالهم 10 سنين، وبيكون بودين ندمان جدا، ومو بيسأل على ابو ويعرف انها رجعت بانكوك وما استنتهوش علشان كانت خايفه انه يكرهها اكتر وما يسامحهاش، فمو يطلع يجري ويقول لام انه يجهز عربيته علشان رايح بانكوك دلوقتي، بس فجأة يلاقي ابو رجعت وبيتفاجئ جدا، واتاريها شافت الاخبار وعرفت ان بودين عمل حادثه ورجعت بسرعه علشان ما عرفتش توصل له، بس مو بيطمنها انه كويس، وبيكون بيسبل لها كده وهي بتستغرب حالته، ومو يقول لها انه عرف ان جوازها من ابوه مزيف وان بودين عرف حقيقتهم، فهي بتتكسف قوي وبتروح تتكلم مع بودين وتعتذر منه علشان ما عرفتوش الحقيقه، بس بودين بيكون متفهم الوضع، ولما بتخرج بتلاقي مو مستنيها وتكون فاكره انه متعصب منها علشان كدبت عليه، بس تتفاجئ انه لا، وتقول ان بودين لغى كل ديونها وانه عرض عليها كمان انها تكمل شغلها عادي هنا، بس ابو بترفض، فمو يقول لها ليه بس، ولما يلاقي نفسه مدلوق كده يقول لها يعني براحتك يعني، وانه ما عندوش مشكله تكمل شغلها هنا، وهي بتتفاجئ كده بس بتكون مبسوطه، وبعد كده مو بياخد ابو مكان عسول كده ويعترف لها بحبه ليها وانه عمره ما ندم انه قابلها على الشاطئ، وابو تتفاجئ وتقول له انها كانت فاكره انه بيكرهها، بس هو يقول لها انه كان عاوز يكرهها وحاول بس ما عرفش، وابو هنا بتكون متاثره قوي وبتعيط وتعترف له هي كمان انها بتحبه، ومو مش بيكون مصدق هو كمان وبيكون فرحان جدا، وبكده يكونوا كتاكيتنا اخيرا بقوا سوا وهم مبسوطين خالص، وتاني يوم بيروحوا موعد سوا وهم فرحانين، وبيكون عدى الشهر اخيرا وبودين رجع مكانه في الشركه تاني، وبيكون في اجتماع وبيكون مو مش موجود، مقرر انه مش هيجبره يشتغل معاه، بس فجاه مو بيدخل وكلهم بيتفاجئوا، ومو بيقول لهم انه قرر يشتغل معاهم علشان يحل مشكله المنتزه علشان ما يتقفلش، وبودين بيكون مصدوم بس فرحان، وابو بتعرض فكره المشروع بوب لوي من غير ما يتقفل هو كمان وهيجذب السياح، ومو بيأفور قوي في مدحه ليها، وابو بتتكسف خالص وكلهم بيضحكوا عليه، والفكره بتعجب بودين وبيوافق عليها، ومو بيلاقي جيم شارب كتير ومغمى عليه في المنتزه فبياخده بيته لحد ما بيفوق، وابو لما بتشوفه بتتفاجئ منه ويفضل يتمسكن لها انه يا حرام بقى مشرد وما عندوش شغل من ساعه ما انجا مشيته، وابو بيصعب عليها فبتقرر تساعده وتقول له انها هتكلم بودين يشغله معاه، وفعلا بتعمل كده، وبودين بيقبل يشغله لحد ما يلاقي شغل
شغل جديد، بس شكله بيكون وراه مصيبة لانه بيكلم حد ويقول انه بقى في المنتزه خلاص، ويجي فلاش باك انه ما كانش شارب ولا حاجة وهو اللي اخترع المشهد ده علشان مو يساعده. وبالليل ايبو ومو بيكونوا بيشتغلوا سوا لحد ما بيكلمها وبيكون متضايق جدا لان دارين ما دفعتش الفواتير فالكهرباء قطعوها عليهم وانها ضيعت كل الفلوس على الشوبينج. فايبو بتجهز شنطتها وبتقرر تروح لهم، ومو بيكون قلقان عليها بس هي بتطمنه انها رايحه البيت مش رايحه تحارب، لا وواثقه من نفسها قوي. ولما بتروح دارين بتطردها وبترفض تسمعها خالص، وايبو هنا بتقول لها كل اللي في قلبها وانها السبب انها لحد دلوقتي عايشه، وانها عمرها لا هي ولا ريتا قدروا اي حاجه من اللي هي بتعملها لهم. وتقول لها لو اعترفت انها كانت غلطانه في تصرفاتها معاها هي هتساعدهم، ولو لا فهتاخد وتمشي. ودارين بتقاوح وبرضه بتطرد ايبو. فايبو ساعتها بتقول يجهز شنطته علشان هيروح معاها، ودارين بتحاول تمنعه بس ما بتعرفش. فدارين بتقرر ترش ميه على ايبو، وايبو هنا تفتكر كل مره دارين غرقتها فيها وهي صغيره وكانت زعلانه جدا ومستنيه انها تتغرق كالعاده. بس هنا مو بيظهر ومعاه شمسيه وبيحميها، وبتكون لقطه رومانسيه جدا، وايبو بتتفاجئ وتفرح جدا. وهنا مو هو اللي بيغرق دارين وريتا، ودارين كانت متعصبه جدا بس مو بيخوفها هي وريتا فبيسكتوا، ويقول لهم انه هيبات معاهم كمان علشان ما يسيبش ايبو لوحدها معاهم، وانهم هيتكلموا تاني يوم الصبح. وفعلا تاني يوم بيتكلموا، ومو بيقول لدارين لو فعلا عاوزه فلوس يبقى تشتغل، وهي وريتا كانوا هيموتوا فيها بس مفيش حل تاني. ويقول لهم ان هي وريتا هيشتغلوا معاه، وايبو بتكون بتضحك في الخباثه كده. ومو وتين قالوا لايبو انهم شاكين في جيم ان وراه حاجه وان حد اللي بعته، ويسالوها لو شاكه في حد، بس ايبو بتستغرب وتقول لهم مفيش حد في دماغها. ونلاقي ان ريتا هي اللي مع جيم وارتبطوا، وكمان بيخططوا يسرقوا نفس نوع الحجر الكريم من بوب لوي واللي بيكون اتعمل منه عقد نودي ويبيعوه علشان يبقوا اغنياء. وايبو ومو بيكونوا بيراقبوا جيم بس بيكون شكلهم اهبل جدا ومقفوشين قوي يعني. ودارين بتكون عارفه بخطه جيم وريتا بس مش موافقه عليها انهم يسرقوا حاجه علشان خايفه يتسجنوا. وتاني يوم نلاقي ان ايبو بتتكلم مع ريتا وتقول لها انها شافتها مع جيم في كاميرات المراقبه، وتقول لها انها كانت فاكره انها مش بتكرهها، بس لما عرفت ان هي وجيم سوا عرفت قد ايه هي بتكرهها زي دارين. ودارين ومو بيجوا على صوتهم العالي، ونتفاجئ ان ريتا اعترفت انها بتغير من ايبو لانها كويسه في كل حاجه في الشغل والدراسه والناس بتحبها، وان هي مش شاطره في اي حاجه خالص زيها. وايبو بتكون مصدومه من كلامها، بس هنا مو يقول لها مين قال انك مش شاطره في حاجه، ويطلع ان دارين هما اللي دايما بيقولوا لها كده. ومو هنا يقول لها انها شاطره جدا وكانت كويسه جدا في شغلها. وكانت ريتا طلعت لايف بتتكلم عن الاحجار الكريمه وانواعها، وقال لها انها كانت واثقه جدا من نفسها وهي بتتكلم وحفظت كل اسمائهم من اول مره. وريتا بتتفاجئ من كلامه، وحتى دارين بيقولوا حاجات حلوه فيها، وحتى ايبو تقول لها انها كانت دايما حلوه لدرجه انها كانت بتغير من جمالها وهم صغيرين. وريتا تفتكر لما ايبو كانت دايما بتاخد بالها منها وهي تعبانه وما بتسيبهاش ابدا ودايما كويسه معاها، والاتنين بيفضلوا يعيطوا ويحضنوا بعض حضن مطرات كده. وحتى دارين بيكون شكل ربنا هداها اخيرا وكلهم بيتصالحوا. وبودين ووي بيكونوا شايفين اللي مو عمله وبيكونوا متفاجئين منه. وبودين لاول مره يقول لمو انه كان شاطر وعرف يمشي الشغل في الفتره اللي كانوا مبدلين شخصياتهم فيها، وانه كمان نجح يتعامل مع عيله ايبو ويصلح بينهم. ومو بيكون متنح من الكلام ده وما بيعرفش يرد، وبيكون متاثر قوي وبيعيط من الفرحه. وايبو بتروح له وبتكون مبسوطه وبتحضنه هو كمان، وبيكونوا فرحانين قوي ومنشكحين كده. الحب ولع في الدره يا جماعه. ونلاقي ان دارين وريتا قالوا لجيم ان ايبو عرفت انهم سوا، ودارين قالت له ان هي وريتا بره خطته، وانه لو عاوز يسرق حاجه يبقى لوحده، وبتاخد ريتا وتمشي. وجيم بيكون متعصب جدا، وكان مو متعصب جدا علشان الموظفين عمالين يتكلموا على ايبو انها على علاقه بودين ومو سوا. وايبو بتحاول تهديه بس هو ما بيهداش، وشايف ان الموظفين لازم يعرفوا الحقيقه. بس ايبو تقول له انهم هيفكروا في حل تاني علشان هم كانوا مصدقين قوي انها هتكون مرات بودين. وبالليل مو بيكون بيشرب مع العمال، وواحد منهم فضل يتكلم على ايبو وحش جدا، فمو بيتعصب ويضربوا في بعض. وايبو لما بتعرف بتروح له جري وتقول له انه بعد كده يقضيهم وياخد تعويض، فهيسكتوا وهيجوا يتاسفوا كمان مش انه يستخدم العنف. فمو بيكون متفاجئ من عقليتها العمليه قوي، وبتداوي له جرحه وبيكونوا لطاف قوي كده. وتاني يوم بودين بيجمع الموظفين ويقول لهم كل الحقيقه، وان اصلا مو وايبو بيحبوا بعض من قبل الخطه بتاعته، وانه ما كانش فيه اي علاقه رومانسيه بينه وبين ايبو. وبيعتذر عن خطته دي اللي عملت كل المشاكل دي كلها. ومو بيكون متاثر قوي من كلام بودين، وايبو ومو بيكونوا مبسوطين قوي وبيفضلوا يلعبوا في الملاهي. ودارين بتعترف لبودين بكل حاجه، وايبو بتكون متضايقه انها اللي ساعدته انه يشتغل هنا، وعقابا ليه خلوه يمضي عقد انه يشتغل يجمع حاجات الحيوانات اللي في المنتزه لمده 5 سنين بدل ما يسلموه للشرطه. ده كان السجن ارحم له يا جماعه، ايه ده؟ ومو وايبو بيكونوا مبسوطين انه اخيرا خد عقابه على كل عمايله السوداء. وتين بيكون معجب بانج وطلب منها انها تكون حبيبته، وهي بتوافق وبيعرفها على عيلته، وبتكون عيله
لذيذة قوي وبيحبوها جدا. بس لما بتيجي إنج تعرفوا على عيلتها بتكون عيلة صعبة جدا، وأبوها شايف إنها مش نافعة في أي حاجة، مع إن إنج مصممة مجوهرات شاطرة جدا، بس برضه أبوها شايف إنه مش كفاية ودايما بيحطها تحت ضغط جامد جدا. بس تين هنا بيدافع عنها وما بيسكتش، فإنج لأول مرة بتقرر ترد على أبوها وبتسيب كل حاجة وتمشي، وأبوها بيطردها ويقول لها ما ترجعش تاني. وإنج بتكون زعلانة جدا وعمالة بتعيط وما بتكونش عارفة هتعمل إيه ولا هتروح فين. بس تين بيطمنها ويقول لها إنها تعيش معاه هو وعيلته وإنه مش هيسيبها، وهي بتحضنه وبتكون بتفضل تعيط. وبعد 3 سنين بتكون علاقة مو وإيبو بقى فيها مشاكل كتير وبيتخانقوا كتير جدا، مع إنهم لسه بيحبوا بعض زي أول سنة. ويطلع إن مو بعد سنتين من ارتباطهم عرض عليها الجواز، بس هي رفضت، ومن هنا بدأت المشاكل بينهم. وبيكون مو عاوز يكون عيلة ويجيب أطفال، بس إيبو بتكون لسه فاتحة الشركة بتاعتها ومش بتفكر في حاجة غير الشغل. وبيكون جت أجازة راس السنة، بس الاتنين بيقرروا يبعدوا عن بعض شوية وكل واحد يسافر في مكان لوحده علشان يفكروا بهدوء في علاقتهم. والاتنين بيتصدموا لما بيشوفوا بعض في نفس المكان اللي شافوا بعض فيه أول مرة، لأن مو كان قايل لها إنه رايح تشانج ماي وإيبو قالت له إنها كانت رايحة بانكوك. بس بيقرروا عادي يكملوا رحلتهم منفصلين برضو زي ما هما، بس الاتنين راحوا لنفس الكافيه برضو اللي لعبوا فيه المسابقة. فساعتها بيقعدوا يتكلموا بهدوء إنهم كده مش هيعرفوا يهربوا من بعض، وقرروا يقضوا الأجازة دي سوا لأنها يمكن تكون آخر أجازة بينهم. وبعد كده بيروحوا مكان يصوروا فيه فيديو علشان يكون ليهم بعد 50 سنة. وكان مو كل كلامه عن إيبو إنه وقع في حبها تاني في الرحلة دي كمان، وإنه متفهم لو هي مش عاوزة تكون عيلة ولا يكون عندها أطفال، وإنهم ممكن يبقوا كده زي ما هي عاوزة. وإيبو بتتأثر قوي بكلامه وتطلع تجري، ولما مو بيروح وراها يعرفوا إن كل ده كان سوء تفاهم، وإنها عاوزة تكون معاه عيلة ويجيبوا أطفال، بس مش شايفة نفسها في فرح كبير والمراسم اللي بتتعمل دي، وإنها ما عندهاش مشكلة يجيبوا طفل في نهاية السنة الجديدة علشان تكون شركتها بقت مستقرة. بس مو بيكون متفاجئ جدا من كلامها، وطلع إنه ما عندوش مشكلة، هو بس طول السنتين دول كان عاوز يسمع منها إنها موافقة إنها تتجوزه وعادي لو ما عملوش فرح وكان حاجة صغيرة بينهم بس. وإيبو هنا تتصدم من البساطة دي، ومو يطلع يجري ويجي بسرعة تاني، وأتاريه دايما كان معاه خاتم جوازهم وبيعرض عليها الجواز تاني وهو مش مصدق نفسه. وإيبو أخيرا بتوافق وبيكلموا صحابهم واللي بيفرحوا ليهم جدا. وبعد فترة نلاقي إن بقى عندهم ولد وبنت كتاكيت خالص وبقوا عيلة قمر جدا. وبكده يكون خلص مسلسلنا نهاية عسلية زيهم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا لي رأيكم في المسلسل في الكومنتات، ولو عاوزين مسلسل معين نلخصه ما تنسوش تكتبوا لي اسمه. وبس كده.